السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. جولة كده سريعة في الأرض مع بعض أنا والبنات. قلنا نعمل جولة، احنا كنا تعبانين أصلا. أول مرة أمسك نورة الفاس وأول مرة أخليها تشتغل معايا في الأرض هي وهبة. نزلتهم بقى الأرض، مش هقول لكم على الشكل اللي اتبهدلوا فيه. نورة بتقول لي خلاص يا ماما أنا اتشردت. تقولي يا نورة أنا عملت فيك ايه؟ اتشردت، طلع لي حساسيه في ايدي واتبهدلت والله. اول مره واخر مره ما عادش هنزلها تاني لو ايه حصل. لا ما تصدقوش يا جماعه خلاص. الكلام ده هتنزل معايا الارض كل يوم. لا خلاص، احنا قلنا ايد على ايد تساعد بقى، ولازم بقى انزلهم بقى يشوفوا الشقه والتعب اللي انا بشوفه. ما ينفعش انا ابقى لوحدي طبعا. لا ده الشوك بيخش في جسمنا وما بيطلعش، بيلزق. طبعا ايدينا اتبهدلت. علقوا يا جماعه في الكومنتات وقولوا نوره وهبه ينزلوا معايا الارض يساعدوني ولا ينفع انا ابقى لوحدي؟ انتوا قولوا لنا. لا طبعا مش هننزل تاني. لا طبعا في الكومنتات انتوا هتقولوا الحق، وانا عارفه ان انتوا هتقولوا الصراحه. انا انزل مع ماما كل يوم، بحب انزل معاها على الارض. هبه مش عندها اي مانع خالص. هبه واخداها معايا في الطيور في الارض في اي حاجه بصراحه ما عندها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده فيديو جديد يا حبيبي، زي ما احنا متعودين مع بعض كده كل يوم روتين جديد. مرة عند الطيور، مرة في الارض، مرة روتين في البيت. النهارده بقى روتين غير كل مرة كده، وفيديو غير كل مرة مختلف معانا غير الفيديوهات اللي فاتت خالص. احنا النهارده نزلنا بقى الارض، قومت البنات من بدري من الفجريه كده. قلت اعمل لهم نشاط. طبعا انتوا عارفين الكسل اللي نوره فيه طبعا، ونوره على طول كسلانه معانا، فقلنا لا نقومها وننشطها النهارده شويه كده وتتنشط معانا بقى في الفيديو هي وهبه. نزلنا الارض زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. الارض طبعا كلها نجيله وشوك وحشيش، وطبعا القطه احنا ما صدقنا ان هي ربنا صلح لها الحال والدنيا ظابطه فيها، وكنا مشربين الارض امبارح. فالارض لسه طريه شويه، فقلت لها خلاص تعالي بقى كده ننزل انا وانتي نشيل الشوك والحشيش وتساعديني شويه. طبعا نورا كان عندها اعتراض جامد ان هي تقوم وان هي تتنشط معانا وتنزل الارض، بس بذلت مجهود جامد جدا جدا وقامت واتنشطت ونزلت كده وعملت مجهود ما كنتش متوقعاه بصراحه. هي خدت المنقره الصغيره دي وانا خدت الفاس الكبيره، علشان طبعا ايه ما تبقاش تقيله عليها في الفيديو وتتعب يعني، وانتوا عارفين ان هي على قد صحتها. فانا قلت لا انا لازم بقى اعمل لها نشاط كده واخليها تتنشط ونقوم كده. والارض لسه كده الدنيا طراوه فيها وحلوه. بصوا الارض خمرانه ميه، طبعا احنا مشربينها القطه امبارح وكانت خمرانه، فعشان كده قلت لها هيبقى سهل ان احنا نطلع الشوك والحشيش ده منها. وطبعا عشان لما بنزل بقى اشوفها او كده هدومنا بتتبهدل شوك والله. فاحنا ايه خدنا قرار على نفسنا ان احنا كل يوم هننزل شويه نشيل شويه الشوك ده على قد صحتنا بقى. انتوا عارفين مسكه الفاس صعبه جدا مش بالساهل يعني، واحنا طبعا اصلا مش فلاحين، فمش متعودين على الزراعه والفلاحه والكلام ده كله. فقلنا كل يوم كده لو نص ساعه في الارض بس نشيل الشوك ونشيل الحشيش ده عشان ما يضرش الزرع. زي ما انتم شايفين كده الله اكبر على القطه وعلى منظرها. بعد ما رشينا لها السماد كانت تحفه تحفه، بدات تمد معانا الفروع بتاعتها. بصوا لو شفتوا الفروع الله اكبر عليها. بدات تمد وتمشي كده وتسحب، وبدات تطلع قطه صغيره. خدنا منها كذا واحده كده يا جماعه والله العظيم، عباره عن سكر كده، عباره عن سكر بصراحه. فهي بدات تجيب بقى وتنتج، فان شاء الله ربنا يصلح لها الحال ويكمل لها على خير. بس ربنا يبعد عننا الكلاب، لان الكلاب كل ما بتلاقي الارض شربت وتلاقي الارض ان هي بقى الميه فيها مطرياها كده ومطريه الرمل، فبيعملوا نقر كده او حفر في الارض ويفضلوا قاعدين. قسما بالله انا جيت واحنا جايين يا جماعه الصبح وداخلين، بصوا القتايه هبه بتوريكم اهو، بصوا بسم الله ما شاء الله. واحنا خدنا منها كذا واحده برضو. فربنا يصلح الحال. فحرام ان الزرع يعني يتبهدل على كده، فقلنا لا هنبذل مجهود فيه لله يعني وهنقف. طبعا دوت الحاجه اللي احنا بنعملها ديت يعني احنا بنعملها برضو ايه تطوع كده مننا علشان خاطر بس ايه الزرع ما يبهدلش. المفروض ان دوت شغل الفلاح، بس طبعا ما فيش مزارع دلوقتي حاليا، فحرام نسيب الحاجه تتبهدل وكده. فقلنا على قد صحتنا كده هنعمل. بقول لكم بقى موضوع الكلاب ده، انا كل يوم الصبح او العصر انزل الاقي الكلاب بكميه مهوله بتعمل نقر وحفر في الارض، والاقيه يمكن اقول لكم 20 كلب كده يا جماعه قاعد في الارض والله العظيم. فما اعرفش اعمل لهم ايه بصراحه، وحرام ان انا اسمهم. فهم بقى متسلطين عشان الارض طريه والجو بيبقى حر، فما بيصدقوه ان الحته تبقى الارض مبلوله، فيعملوا حفر ويقعدوا في الارض بقى.
طبعا هشيتهم ومشيتهم كده. لو انتوا خدتوا بالكم بعد كده في التصوير قدام شويه هتلاقوا في كام كلب كده قاعدين في الحته اللي ورا، بس الحته اللي ورا دي ما فيهاش زرع يعني، هي القته كلها كده. بصوا فرع القته عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا انا بتنيه بقى عشان اخد الحشيش اللي تحته، وطبعا عشان اعرف انضفه. بعد ما بخلص بمد الفرع تاني احطه عشان هيمد. والزرع بصراحه انا ما كنتش متوقعه ان زرعه القته بتمد كده. شفتوا نظام تكعيبه العنب؟ هي عامله زي تكعيبه العنب كده، كل ما بتربطيها بحاجه بتمد اكتر. بس هي بس طبعا نورة عامله مجهود يا جماعه. بصوا ايه نورة، اتكلمي كده وقولي المجهود بقى اللي انت عملتيه، وشوف انا عملت فيك ايه النهارده. اتكلمي. النهارده اتعذبت، قمت انا اصلا مش عارفه يعني ده بيتخلع ازاي. ده انا حتى كنت فاكره، لدرجه ان انا كنت فاكره القتله دي حشيش، كنت جايه خلعه والله يا جماعه جت بتقول لي بصي يا ماما لقيتها خلعه قتايه في ايديها، انا اديتها ظهري كده وخلعه شجره قته في ايديها، وبتقول لي ماما شلت لك حشيش من الارض. انا جريت وراها طبعا يا جماعه، كان في ايديها الفاس بس ايه ما لحقتهاش، كنت هخبطها. انا كنت فاكراها حشيش. انا اول مره اصلا انزل ان انا اشوف الارض دي، اول مره انزلها ما بنزلهاش لانه فيها نمل وفيها حاجات غريبه كده ما بتنزلش فعلا، فمش عارفه القته من الحشيش يا جماعه. بس يعني فانا جيت انزل بقى عشان اعمل معاها، جيت لقيت اصلا الفاس تقيل، مش عارفه ان انا اشدها وانا لو تلاحظوا اديتها المنقره الصغيره على قد صحتها عشان تقدر ان هي تاخد خطوه كده وتعمل اي حاجه، ان انا اشد واحده في ساعه مش عارفه. لا بس بصراحه عملت مجهود يا جماعه معايا، ما كنتش اتوقع ان هي تشتغل كده. اي نعم كانت عماله تقول قلبها يقف يا ماما، وانا اقول لها كملي، بسبب القتايه اللي انت خلعتيها دي مش هسيبك الا لما تخلصي الارض كلها معايا. بس فاصل بقى انا جيت اكمل وجيت اشوف هعمل ايه. ان انا مسلكش بصراحه، لقيت العبايه كلها شوك، انا مش هنا لقيت في شوك، اقعد شويه الاقي النمل بيمشي علينا. جيت بقى قلت لا انا خلاص ما هو لازم يا جماعه، ما هو اكل العيش مر برضو لازم، مش بالساهل كده. بصوا الكلاب في الوش اهي، احنا لازم يا جماعه. طب انتوا قولوا رايكم بصراحه، وقولوا هي تشتغل معايا وتساعدني وتبقى ايديها بايديا هي وهبه طبعا بتساعدني ما فيهاش كلام، بطه صغيره. لو قلت لها اعملي ايه بتعمل معايا، بتحب التصوير جامد، بتحب الشغل معايا عند الطيور، بتحب في الارض. فهبه بصراحه ما بتعبش معاها. اما نوره عايزه تفضل نايمه كده يا جماعه وما بتنشطش الدوره الدمويه ولا حاجه. لا ما بحبش افضل نايمه. انا حاجتين ما بحبهمش، الطيور لانه يعني انا بخش لهم بحس ان انا هدوخ وهرجع من ريحتهم، ما بحبهمش. غير ماما هي بتبقى 24 ساعه عند الطيور عادي بتحبه، انا غيرها. برضو الحوار الارض، لو الارض نظيفه وما فيهاش حاجه عادي اروح مثلا واشوف الزرع والكلام ده. فيها شوك بقى بتكرهني في عيشتي، انا أيوة بروح اتعور وباجي. يعني الطيور يا جماعه عايزه تاكل منها وهي متنضفه كده وعلى الجاهز ومطبوخه في الحله، والارض عايزه تنزل تاخد منها اكل كده وخضار وحاجه بس على الجاهز برضو، ما تتعبش ولا تعمل حاجه فيها. فده ما ينفعش خالص، هي لازم تتعب ولازم تنزل ولازم تدوق الشقه، عشان بعد كده برضو مصيرها في يوم من الايام هيبقى لها بيت وهتتجوز وتبقى شايله حمل ومسؤوليه. لازم تتعود من دلوقتي على الحمل والمسؤوليه. بس هي بقى عايزانا احطها في شغل البيت. ايوه شغل البيت سهل بالنسبه لي. تغسل مواعين، تغسل هدوم، تقف على البوتاجاز تطبخ تعمل. بس انا عايزه احركها يا جماعه، عايزه يعني اللي هو عايزه ايه يعني ادردحها، فاهمين انتوا؟ عايزه اي شغلانه اخليها دردح. انا هدردح في ارض؟ ايوه طبعا في اي مكان. دي مش دردحه، دي بهدله. طب والله يا جماعه على قد ما احنا تعبنا وتشوكنا بس اتبسطنا والله العظيم. حتى هي ذات نفسها كده كانت بتقول انا حاسه ان احنا يا ماما لما بنضف حته بحس براحه نفسيه. لا بس انا كلهم مترهنين، انتي تيجي تنضفي واديكوا حاجه جوافيه يعني. ايوه والله بتزل واحده الجوافيه. ايوه والله خدتها بقى شجره جوافه كده جميله جدا، هبقى اصورها معاكم. ما كانتش تعرف الشجره مطلعه جوافه حلوه كده، فمن كتر ما احنا بنسقيها بسم الله ما شاء الله الجوافه بيضت فيها وبقت حلوه وكبيره كده. فانا قلت لها خلاص اشتغلي معايا وهديكي واحده جوافيه. ما كانتش تعرف شجره الجوافه بقى، طمعتها بواحده جوافيه يا جماعه، جوافه خضراء من الشجره، فطمعت واشتغلت. وبعدين بقى ضغطت عليها وقعدت اقول لها يلا عشان هصورك وعشان تعملي معايا الفيديو، علشان الناس تعرف ان انت بتساعدي مامتك حبيبتك وتبقي شطوره واموره كده. وقعدت اجيبها بالمسايسه لحد لما اشتغلت. طبعا خلعنا كميه حشيش كتير من الارض، كان فيها كميه. ده الناحيه التانية بقى اللي مليانه. ورحنا برضو خلعنا هناك عند شجره الجوافه، واستكشفنا كده لما نضفنا حواليها لقينا في شجره باميه كده مطلعه باميه. ايوه والله ولقينا شجر بتنجان وباميه. طبعا الارض كل ما بتديها ميه بتطلع اي زرع كان فيها الاول. فطبعا نضفنا ورا بس ما صورناش ورا عشان الشوك كان مبهدلنا بقى ساعتها جامد. يمكن هنا كمان ما فيش شوك، هنا على قد النجيله والحشيش. اما الناحيه التانية بقى اللي كانت شوك كميه مهوله فعلا، جينا قعدنا ساعه ننقي الشوك من الهدوم بتاعتنا لما ايدينا كلها اتملت شوك والله العظيم. ننقي الشوك من الهدوم يخش في الايد، ننقي من الايد يخش ما اعرفش مين.
والله. اتبهدلنا والله. والله، بس كان بفايده، اللي هو يعني بصوا حسينا براحه نفسيه بعديها كده. حسينا ان احنا نظفنا الارض، والارض بقت نظيفه وتحبي ان انت تقعدي فيها وتبصي لمنظرها كده. رحنا هناك عند شجره الجوافه، كميه السعاده اما بقول لكم ان الشجره طرحه كده ومطلعه كده جوافه شكلها تحفه. احنا طبعا كل يوم بنروح نجيب 3 جوافات، انا واحده وهبه واحده ونوره واحده، عشان ما نخلصش الشجره التانيه فيها كميه كبيره بس لسه خضره بقى خالص. فاحنا لحد لما دي تستوي نكون احنا خلصنا الشجره التانيه بقى يا جماعه. فاحنا بنتعب يعني في الزرع، بس بنلاقي حصاد وبنلاقي ان احنا تعبنا دوت على فايده. بتبقى كميه سعاده ان انت تتعبي وتشقي وبعد كده تلاقي تعبك ده على فايده. احنا على فكره لما كنا بنتعب احنا كنا ماسكين الفاس وبنشتغل، ما كنا بنتعب نقف ناخد نفسنا شويه، لدرجه ان احنا عملنا شاي بالنعناع. ودي بقى هبه قالت انا هنزل اعمل شويه يا ماما صوريني معاكم. بتعمل لكم باي باي، بتقول لكم حطوا لايك، حطوا بقى لايك لهبه ونور عشان اول مره يظهروا معايا في الفيديو. ونبقى مع بعض احنا الثلاثه كده. حطوا لايك كتير علشان خاطر تشجعوهم ان هم يبقوا معايا في الفيديوهات التانية على طول يعني. بقول لكم احنا عملنا بقى كوبايه شاي بالنعناع، كل واحد عمل له كوبايه شاي بالنعناع كده، وجبناهم وقعدنا بقى لما تعبنا شويه، وجبنا ازازه ميه ساقعه وقعدنا في الارض يا جماعه كده. والله بصوا بعد لما خلاص نور قالت خلاص يا ماما انا مش قادره ارحميني، هنا كانت بتقول لي خلاص كده انا جبت اخري، قلت لها خلاص يا بنت انا هعمل لك كوبايه شاي بالنعناع خفيفه، وعملنا لكل واحد كوبايه شاي بالنعناع، وجبنا ازازه ميه ساقعه وقعدنا بقى في الارض كده في جنب كده في الطراوه، وقعدنا نشرب كوبايه الشاي بالنعناع ديت، وخدنا نفسنا شويه وبعد حتى كده لما جينا قمنا. قعدنا لقينا النمل بقى. هو النمل ما اعرفش يا جماعه، طبعا النمل مش مخلي لا في بيوت ولا في ارض ولا في اي حاجه، واحنا عشان بنرمي فيها سبله الفراخ والحمام فطبيعي ان هي تبقى فيها نمل، ده لازم. بس لما بتقعدي في حته مبلوله من الارض او حته طريه زي ما انتم شايفين كده ما بيبقاش فيها نمل، الحتت الناشفه بس اللي النمل بيجري فيها في الارض يعني. بس والله العظيم قاعده ممتعه في الارض، والجو كان تحفه، واحنا كنا قاعدين بعد التعب كده. الراحه ليها طعم تاني كده، وان انت تبصي تلاقي نفسك بعد ما عملتي كده وخلصت اللي وراكي مرتاحه نفسيا. راحه نفسيه جامده بصراحه والله. البنات ساعدوني ووقفوا معايا واشتغلوا معايا. ربنا يرضيهم يا رب، وربنا يعيني عليهم ان شاء الله، ويرزقني برزقهم يا رب العالمين. انا كنت عايزه اقول لكم يا جماعه يعني اللي يتفرج على فيديو مش عايزه ان انا احلفه ما ينساش يحط اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو، وشيروا القناه على قد ما تقدروا، واللي ما اشتركش يشترك في القناه علشان تكبر بيكم، وعشان كل يوم اقدر اقدم لكم جديد انا والبنات، ونقدر ان احنا نكون عند حسن ظنكم يا حبايب قلبي. وربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم كده اللهم امين، ويرزقكم بالسعاده ويرزقنا يا رب براحه النفس والسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.